ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض كيك شوكليت سهلة ولذيذة جدا ومكوناتها بسيطة جدا جدا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ويلا نبدأ. اولا الكيك في درق الخلاط حطيت 3 ارباع كوباية لبن و3 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، والفانيليا ده كيس فانيليا، معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو نسكافيه يعني، نص كوباية زيت، وكوباية سكر، ومعلقتين قشطة وأنا مستخدمة قشطة وش اللبن. في طرق الخلاط بقى هنضرب 3 4 دقايق كويس قوي. بعد كده هناخد المكونات دي نحطها في بولة بره ونبدأ نضيف لها المكونات الجافة بتاعتنا اللي هي الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح والكاكاو. الدقيق حطيت كوباية ونص دقيق تنخليهم كويس، ودي كوباية معيارية اللي هي 250 ملي. معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر. والكاكاو بتاعنا مستخدمة ربع كوباية كاكاو ويكون كاكاو خام، لو استخدمتي كاكاو محلى يبقى قللي السكر شوية. وطبعا حطيت رشة الملح. قلبي بقى كويس بالسباتولا كده، وهاتي كده من تحت لفوق ما يبقاش في اي حاجة متركزة تحت. دوبي بقى كله كويس كده. الفرن دلوقتي مشغلينه على درجة حرارة 180. هنحط الكيك على الرف الوسطاني. الصينية اللي استخدمتها حطيت فيها معلقة زيت وبالفرشة كده وتدهنيها كويس. الكيك أخدت من 30 ل35 دقيقة. هنبدأ بقى نعمل البودنج بتاعنا. كوبايتين ونص لبن، عليهم الكاكاو تلت كوباية، وبعد كده السكر نص كوباية سكر، وبرضو الكاكاو بتاعنا كاكاو خام. النشا والدقيق معلقتين نشا ممسوحين ومعلقتين دقيق ممسوحين. قلبي بقى كل الحاجات دي على البارد كويس قوي كده لحد ما تدوب خالص في اللبن، وبعدين هنرفعها على نار وسط واستمري في التقليب. البودنج بتاعنا بسيط خالص، مفيش أي مكونات فيه يعني، إن شاء الله كلها هتلاقيها عندك في البيت. قلبت بقى كويس كده لحد البودنج ما القوام بتاعه بقى آه، سميك شوية. ضفت له معلقة الزبدة، وطبعا بديل معلقة الزبدة معلقة قشطة، لحد بقى ما أخد الشكل ده كده هتنزليه. الكيك كانت طلعت من الفرن بالعصاية كده وتخرميها ونسقيها كوباية لبن. بعد كده هننزل عليها بقى البودنج وهو سخن خالص. أول ما ينزل كده وهو سخن هننزله على الكيك. زينت بقى بالطريقة دي كده وحطيت شوية شوكليت فارماسيل. ممكن تبشري شوكولاتة أو تحطي آه، جوز هند أو أي حاجة عندك زيني بيها. أنا زينت بالشوكولاتة الفرماسيل الذهبي وبالورد الجميل ده كده بيدي شكل ولون جميل قوي للكيك. الكيكة بتاعتنا طالعة هشة جدا، سكرها معقول جدا. وزي ما بقولك لو استخدمتي كاكاو محلى، لو مش عندك كاكاو خام قللي السكر شوية علشان ميبقاش سكرها زيادة. هشة قوي وسكرها جميل، والبودنج طعمه حلو جدا، وما استخدمناش بقى اي حاجة يعني غالية ولا مكلفة خالص. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.